السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة النصف من شعبان النهاردة. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة خلاص ان رمضان على ابواب، باقي كام يوم ان شاء الله رمضان يجي ان شاء الله بالخير والسعادة، وان شاء الله كل بيت يكون مجبور الخاطر وفيه كل اللي نفسه فيه ان شاء الله، ونحقق كل اللي نفسنا فيه. تعالوا كده نعمل روتين سهل كده وسريع النهاردة. قلت لازم كده اعمل حاجات من تفريزات رمضان، خلاص باقي 15 يوم ولازم كده استعد. فالنهاردة هنفرز صلصة طماطم بطريقة سهلة جدا ومش متعبة ولا اي حاجة. بس قبل الفيديو ما ننساش نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونسمي بالله كده. وابتديت يومي بشوية الجبنة والعسل والفطير المشلتت دول، قلت لازم افطر كده عشان كده اروج على نفسي. وابتديت بقى جبت عداية الطماطم دي. العداية دي كانت ب110 طماطم، سعرها معقول شوية، بس اهم حاجة ننقي الطماطماية الطرية الحمرا، علشان لما تكون طرية كده هتدينا مية وعصير، يعني هتعمل كمية صلصة كويسة احسن من الناشفة او تكون فيها حتة خضار كده على الجنب. تمام. انا فضيت العداية في طبق كبير وجبتها بقى كده على الرخامة، غسلت طماطمايه واحدة واحدة كده بايديا مرة واتنين وتلاتة عشان اتأكد ان هي نطفت، واشيل كده الزر من فوق واقطع فيها اي حاجة مش مستحبة في الطماطمايه، بشيلها بالسكينة على طول واركنها على جنب زي ما شفتوا بالظبط. الصلصة دي هتسهل عليا حاجات كتير في رمضان، هتسهل عليا حاجات كتير في رمضان بتاخد مني وقت، زي المحشي، زي مثلا صلصة الكشري، زي الطبيخ نفسه، زي كل حاجة انا هعمل فيها صلصة بتبقى الصلصة جاهزة متسبكة وشايلاها كده في اكياس في الفريزر، بطلعها على الاستخدام على طول. مثلا لو هعمل شوية طبيخ كانوا هياخدوا مني ساعة، مش هياخدوا مني بالكتير نص ساعة، علشان انا مجهزة الصلصة طبعا عندي، فانا هشيلها كده جاهزة وبطريقة سهلة جدا ومش هتاخد مني اي وقت. ده اهم حاجة ان انتوا تفرزوها، اللي هي صلصة الطماطم في رمضان. يعني انت لو مش بتحبي تفرزي خضار براحتك، انما صلصة الطماطم دي لازم نجهزها لرمضان. انا كده خلصت كل الكمية ما شاء الله، عملوا معايا 4 حلل. حطيتهم كده على النار وحطيت لهم شوية مية بس عشان اضمن ان هي ما تلزقش مني في الحلة من تحت، وهسيبهم بقى يغلوا براحتهم. اول ما تغلي كده هلاقيها هبطت لتحت خالص، هفضل كده اديها بالهراسة كده اساعدها ان هي تطرى شوية واللحم اللي فيها يطلع. بس كده هم برضو لسه على النار بيغلوا. لو عندك هاند بلندر ممكن تعملي الحركة دي بيها، وما عملتهاش برضو، مش انا بس كنت مستعجلة هنا يعني. فبس كده هسيبهم يغلوا لغاية كده ما يتهروا، وبصوا تنزل لغاية نص الحلة كده، اتأكد ان الطماطم اتسبكت وخلاص طريت وبقت عاملة زي المربى. اسيبها كده تغلي غلوة والتانية وهطفي عليها على طول. شايفين كل اللحم اللي في الطماطم طلع من الطماطمايه كده واتهرى و... واتسبكت خالص، وكل المية اللي فيها اتبخرت خلاص. كده انا اتأكد ان التسبيكة كده الطماطم اتصلصت وبقت جاهزة. هسيبها تبرد كده على البوتاجاز. اول ما تبرد هجيب الخلاط بتاعي واضربها فيه. لو عندك هاند بلندر ما تضربهاش، ما تحطهاش في الخلاط طبعا، هتضربيها بالهاند بلندر هي سخنة عادي. ودي كمان خطوة هتسهل عليكي اكتر. بعد ما ضربتها في الخلاط هنحطها كده في المصفى واصفيها كويس خالص، طبعا بتكون بردت. هصفيها كويس خالص واحطها على النار، واحط عليها كده شوية سكر علشان الحموضة بتاعت الطماطم، واحط لها كده شوية سكر واقلبهم كويس خالص وبس، واسيبها تاخد غلوة والتانية واطفي عليها. شايفين قوامها؟ بصوا ناعمة وتجيلة كده وبصوا شايفين. وادي كده كل كمية القشر اللي طلعت من الطماطم، طبعا طلعت القشرة والبذرة اللي بتبقى في الطماطم. الخطوة دي مهمة جدا ان انت تصفيها علشان بصوا تبقى معاكم وما تعملش حموضة ولا تتعب القولون.
لان القشرة دي بتتعب الواحد في الاكل يعني، وفي نفس الوقت حتى لو كلت منها كمية مش بتتعمل لك حموضة ولا اي حاجة، وبتخلي الاكل مسكر وجميل. بس كده سيبيها تبرد. هنا كان النور قطع فشغلت الكشافات، بس اول ما اتغلت بشوية السكر سبتها تبرد، وهجيب اكياس تلاجة وهعبيها كده. كل اكياس تبقى قد بعض او على قد طبختك يعني، قد انت استخدامك هتستخدمي قد ايه، وهعبيها كده في اكياس او علب تلاجة. لما هاجي استخدمها بقى هعمل استخدامها ازاي؟ دي صلصة كده زي اللي بنشتريها جاهزة، فانا هقطع الكيس كده بالسكينة وادبل البصلاية واحطها. اول ما احمر البصلاية، طبعا مثلا انا هعمل دلوقتي محشي، فطلعت الكيس ووديته كده قطعة بالسكينة او بالمقص وطلعتها، طلعت لي كأنها كده كتلة ماسكة في بعض. اتلجت طبعا، احطها كده تسيح مع نفسها، وممكن ازود لها شوية ربع كوباية مية عشان تساعدها ان هي تسيح. وممكن نسيبها نطلع الصلصة من بالليل مثلا، نحطها في طبق كده على الرخامة ونسيبها تفك لتاني يوم، هتبقى كده مفكوكة وسايحة يعني على الرخامة. بس طبعا نحطها في طبق يعني عشان ما تبهدلش الدنيا. رحت كده جبت شوية خضار، جبت بطاطس وجبت فول اخضر، وجبت كوسة وجبت كمان فلفل. بس كده فقلت انا هعمل شوية محشي. بصوا مش بياخد مني اي وقت يعني، انا لما بكون مجهزه الصلصه في الفريزر بحمر البصلايه، وكمان بطلع الصلصه على طول واحطها. انا في عادتي ما بطلعش الصلصه من بالليل واسيبها تفك على الرخامه. بطلعها كده بقطعها بالمقص زي ما شفتوا، بحطها على البصل على طول بعد ما تحمر. كمان لو هعمل مكرونه بطلع برضو نفس النظام زي ما عملت، سواء بالثوم او بالبصل او من غير توم، بسيب الصلصه كده تفك في الحله مع ربع كوبايه ميه وبشتغل بيها. أه لو اي حاجه بعملها نفس النظام كده هتسهل عليا. لو انا عامله كشري، لو عامله محشي، لو عامله طبيخ، لو عامله اي حاجه بحط لها صلصه بتسهل عليا، مش بتاخد مني كده وقت كتير انا افضل اعك في المطبخ ولسه هشغل الخلاط واسبك واصفي، وبتبقى حوار. انما الحركه دي بتسهل عليا شغل جامد جدا والله. وانا بزعل خالص ان انا الصلصه بتخلص عندي في اي الحاجة الوحيدة اللي انا بشيل همها ان الصلصة بتبقى خلصانة من عندي، فبحاول اول ما بتخلص بجيب وافرز واشيلها عندي في الفريزر. جربوها تسهل عليك شغل كتير خالص في المطبخ. جبت كده الكوسة، شايفين انا جورتها من جوه وجيت من بره بظهر بسن المجوار، اديتها كده شخطتين من الجنب بقت متخططة يعني، علمتها كده بالمجوار. شايفين الشكل واضح ازاي، وبتبقى شكلها حلو براحتك يعني، مش عايزة تعمليها بس احنا يعني انا عن نفسي بحب اعملها وبتدي شكل حلو وسهلة. طبعا بغسلها كويس واصفيها، وبعد كده نيجي بقى للخلطة اللي احنا عملناها من شوية. بعد ما الصلصة كده غلت حطيت عليها سبتها تهدى شوية عمال ما جورت المحشي، حطيت عليها شبت وكزبرة، ودول انا كنت برضو مفرزاهم في الفريزر. درجتهم سهلة جدا، ان شاء الله في فيديو قريب انزلهم لكم. بس كده، وحطيت بقى الشبت والكزبرة، وبعد كده حطيت التوابل بتاعت المحشي، ملح وفلفل وكمون وكزبرة وسن الشطة، سنة قرفة. التوابل اللي انت بتحبيها في المحشي، في توابل جاهزة بتبقى عند العطار، توابل محشي لو حابة تجيبيها. بس فحشيت كده الكوسة. اهم حاجة ما نملهاش كده لغاية الاخر، نسيب ربع الكوسة كده فاضي عشان لسه الرزاية هتزيد، وما تستوي هتزيد وهتملى معانا الكوسة. ما نملهاش على الاخر برضو علشان ما تطرشكش معانا الكوسة. بس كده. وبرضو الفلفل انا وجيت انا بجور الفلفل، بنضغط طبعا على الزر كده لجوه وبتطلع معانا، او ممكن نعملها بالسكينة ونجورها جوين. الطريقة السهلة بتاعتك اعمليها. بس كده، لو انت وصلتي لغايه هنا ونسيتي ما تحطي اللايك، انزلي يا قمر انزلي حطي لي اللايك، واكتبي لي في الكومنتات رايك في الفيديو ايه، وانزلي اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس.
بس كده انا كده خلصت كل المحشي. جيت حطيت شوية مية وحطيت فيهم توابل وحطيت فيهم معلقة سمنة بلدي ولو عايزة تحطي مرقة تحطي، وبس كده غليتهم وزكت بيهم المحشي وطلع بالحلاوة دي. شايفين؟ معلش برضو انا كان النور قاطع، النور عاملها معانا لي فترة. بس كده جيت اخر اليوم قلت اروق على حالي وعملت شوية عصير موز باللبن والتمر. عصير مغذي جدا ومفيد جدا جدا وطعمه تحفة جدا جدا جدا. بس كده جبت الشفشق وحطيت فيه كوباية لبن وحطيت فيه الموزتين دول، وكمان حطيت فيه التمر او البلح وشوية سكر، او بدل السكر ممكن نحط عسل نحل، هيبقى طبعا ليه قيمة غذائية اعلى. اضربهم كويس خالص. عايزة تصفيه بعد ما انتي تخلطيه في الخلاط براحتك. وبس كده. وكمان نسيت صح تحطوا فيه معلقة كريم شانتيه، هتخلي طعم العصير حلو. لو ما عندكيش مش مشكلة عادي، يعني لو ما فيش. بس كده هصبه كده في الكوبايات. وبس كده هو ده كان يوم النهاردة. يا رب الفيديو يكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا من الفيديو. قبل ما تطلعوا من الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش كمان تحطوا لي لايك للفيديو واكتبوا لي كومنتات حلوة. اسيبكم في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله.